السلام عليكم حبايبي، رحب بكم بالجزء الثاني من جولتنا في مدينة أورفا. جولتنا اليوم هذا الصباح بلشناها في مطعم للكبدة، واللي هو معروف جدا في مدينة أورفا وكذلك مدينة غازي عنتاب وتقريبا كل مدن الجنوب جنوب شرق تركيا، أنه يتريقون في الصباح كبدة مشوية بالذات. فإحنا حبينا نختار واحدة من أهم المطاعم المشهورة لعمل الكبدة اللي هو اسمه سافجي جيار. بالضبط الترجمة مالتها هي كبدة الحب، وهي بصراحة يعني اسم على مسمى، لأن الكبدة اللي أكلناها هنا كانت فتشي خيال روعة. أطيب كبدة مشوية أني ضايقتها في حياتي كلها. شقد أني أحب الكبدة وشقد ماكلة من أتها بالعراق وحتى في تركيا وغير أماكن، لكن هاي اللي أكلتها بهذا المطعم طعمها غير شكل. وأحب أقول لكم أيضا أنه حتى الكبدة حتى في الفطور الصباحي الريوق الصباحي أيضا خالين فلفل وبيها درجة من الحرورة، بس يعني مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق أنه الحرورة بالأكل الأورفلي يكون يعني حرورة مقبولة قليلة، يعني ما تضوجون من عندها، فكانت كلش طيبة واستمتعنا بالوجبة هذه، وكان أحلى ريوق صباحي بلشنا بيومنا بهذا المطعم اللي هو من أقدم المطاعم اللي تقدم الكبدة. هو مختص فقط في الكبدة، بس عنده أيضا مشاوي أخرى، هو يعني أكثر شيء هو للريوق لفترة الصباح، يقدم الريوق التركي الجنوبي، يعني خلينا نقول في منطقة جنوب شرق تركيا اللي هم الأغلبية 90% من عندهم يحبون يبلشون يومهم بهذا الريوق اللي هم يتريقون على كبدة مشوية. طبعا مثل ما تشوفون المطعم أجواءه تعطيكم فكرة أنه هو مطعم قديم جدا، وحبيت أشوفكم هذا الركن بالذات. هنا خالين صور للمطرب الشهير إبراهيم تاتلسز. طبعا ماكو واحد بالعراق خصوصا جيل السبعينات والثمانينات وأيضا التسعينات ما يعرف إبراهيم تاتلسز. للي ما يعرفه هو أشهر مطرب في تركيا، يسموه يلقبوه بالإمبراطور، إمبراطور الغناء التركي. يعني للي ما يعرف هو من أصول كردية، والده المفروض أنه هو حسب الروايات أنه كردي عراقي الأصل، أمه كردية من مدينة أورفا، من هاي المدينة. فلهالسبب هو طبعا مولود بأورفا وكبر بأورفا. لهالسبب وين ما تروحون تشوفون أي كافيات أي مطاعم في مدينة أورفا لازم تلقون بيها صور إبراهيم تاتلسز، لأن هم يعتبروه ابن مدينتهم، ابن أورفا، هو من عندها ويفتخرون به. فتشوفون يعني بأغلب الأماكن موجودة صور إبراهيم تاتلسز، يعني يعتبروه هو أورفلي. هو أيضا يعني من يحكي اللي يعرف اللغة التركية أو حتى اللي يحكي تركماني إذا يركز على لكنة إبراهيم تاتلسز، لكنة مالته هي مال الجنوب، تختلف عن لكنة اسطنبول والمدن الأخرى. هاي حبيت بس أعطيكم فكرة عن ليش أكو صور إبراهيم تاتلسز بمطاعم أورفا. هاي طبعا بعد وجبة الفطور جابوا الشاي، وطبعا هنا بالجنوب ما يستعملون السكر المطحون، السكر يجي بهالشكل هذا، يجي على شكل مكعبات، ما تلقون أبدا سكر مطحون باودر. بعد ما تريقنا وطلعنا من المطعم حبينا نفتر في الحواري والطرق والأماكن القديمة في مدينة أورفا. هي كلها قديمة طبعا، بس هذه أكثر الأحياء الشعبية المشهورة. دا أشوفكم هنا شلون إنه المدينة تعطي طابع إنه هي حلب ثانية. اللي رايح الحلب أو حتى دمشق أيضا، يعني دمشق القديمة، حواري دمشق القديمة مشابهة كثير لهاي المدينة، بس بالذات حلب. يعني هي أورفا، أرجع وأقول لكم أورفا كانت جزء من ولاية حلب اللي هي واحدة من الولايات العثمانية التابعة كانت للسلطنة العثمانية في مرحلة الاحتلال العثماني للدول العربية. فلهالسبب أورفا تشوفوها يعني عدا عن ملابس الرجال مثل ما قلت لكم، الحواري والمناطق مالتها تشبه إلى حد كبير جدا حواري وممرات ومناطق مدينة حلب في سوريا.
طبعا نسيت أقول لكم إنه وجبة الكبدة لشخصين اللي طلبناها إضافة إلى اللبن ساوت لنا 163 ليرة تركية، ما يعادل $8.50 أمريكي. هذا سعر وجبتين من الكبدة في مطعم سافكي جيجار. بعدين وصلنا أثناء التمشية وصلنا إلى سوق أورفا القديم، وهو مشابه إلى حد كبير أسواق وقيصريات غازي عنتاب. طبعا إنها راح تلقون نفس البضاعة تقريبا، هم راح تلقون فستق، بس لا طبعا مو نفس الكثافة من غازي عنتاب. غازي عنتاب بها كمية الفستق أكثر، لكن الجودة هي نفس النوعية بالضبط. فستق غازي عنتاب وأورفا هو نفسه، يعني هي نفس الأشجار نفس التربة. هنا راح تلقون الشيء المميز جدا البهارات، البهارات وبالذات الفلفل، أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الفلفل، بالذات الفلفل الأحمر. طبعا هذا كله شغل يدوي، يعني مو بالمكائن. الفلفل الأحمر هي أورفا مدينة الفلفل مثل ما قلت لكم، فالفلفل ينشفوه أثناء فترة الصيف تحت الشمس، بما أنهم جوهم مشمس وحار وجاف جدا الصيف كله، فينشروه تحت الشمس ينشفوه، بعدين يطحنوه بمكائن يدوية ويصير هذا البول بيبار، الفلفل المطحون كلنا نعرفه، الفلفل التركي اللي يستعملوه بالأكلات والمقبلات التركية، البول بيبار الأحمر. طبعا أكو منه حار جدا، أكو حار وسط، أكو بارد اللي تشوفونه هنا، يعني هذا كله مطحون يدوي، شغل إيد. هذا أجود أنواع الفلفل طبعا، يعني ريحته ما أقول لكم الريحة شنو كانت. كذلك تشوفون هنا البيبر سالتشا اللي هي معجون الفلفل أو دبس الفليفلة مثل ما يسمون السوريين، هذا هو دبس الفليفلة معجون الفلفل. أكو من عنده أيضا أنواع حسب درجة الحرورة مالته. وأيضا أورفا معروفة مثل غازي عنتاب بتجفيف الخضروات الموسمية، يجففوها وبعدين يستعملوها في عدة طبخات، من ضمنها الدولمة اللي نفس غازي عنتاب تشوفونها، وهذا شكل الفلفل الأورفلي، هذا الفلفل الأحمر. كذلك عندهم فلفل الأسود الإيسوت، هذا معروف جدا 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 في أورفا، الإيسوت اللي يدخل في عمل التشيخ كفتة، الكفتة النية، الكبة النية. بعد ما تركنا أسواق أورفا ومطاعمها، احنا في اتجاه نتجه إلى منطقة أثرية من أهم المناطق الأثرية في مدينة أورفا. طبعا هي صايرة خارج أورفا على أطرافها، على أطراف أورفا. احنا نتجه إلى منطقة اسمها جوباكلي تابا. جوباكلي تابا هي واحدة من أقدم الأماكن بالعالم، بل بالأحرى هو أقدم منطقة بالعالم. هو أول معبد شيد الإنسان في العصر الحجري، أي نعم في العصر الحجري القديم، أول معبد بناء الإنسان قبل أن يخترعون الكتابة، قبل ما تنزل الحضارات. هنا أنا بالطريق حبيت بس أشوفكم أنه أكو مزارع للقطن مشهورة بها مدينة أورفا، مزارع القطن. تشوفون على طول المكان هذا، هذه كلها مزارع قطن. نرجع أو نحكي عن جوباكلي تابا. هسه احنا وصلنا لها. طبعا جوباكلي تابا راح أحكي لكم مختصر مفيد عن تاريخها. هي صنفت في سنة 2018 موقع من مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة. جوباكلي تابا هذا المعبد اكتشفه عالم ألماني، عالم آثار ألماني اسمه كلاوس شميد، إن شاء الله ما أكون لفظت اسمه غلط، كلاوس شميد، سنة 1965 أو 64 إذا ما غلطانة. اكتشفها في هاي السنة أثناء عمليات التنقيب عن المناطق الأثرية
طبعا هنا قبل ما نروح تشوفون هذا المحل مثل مكان اللي يبيعون تكتات بيه، يبيعون أيضا سوفينير خاص بالمنطقة، خرائط تخص منطقة جوباكلي تبا والمنطقة المحيطة بها. تشوفون هذه الخرائط. كذلك أكو كافيه صغير أثناء ما ننتظر، لأن إحنا وقفنا سياراتنا بهذه المنطقة ودنا ننتظر ناخذ باصات، اللي هي الباصات تاخذنا إلى المعبد، معبد جوباكلي تبا. هنا نقص الباصات، هنا نروح بالباص يعني 5 دقائق وذبنا في منطقة جوباكلي تبا اللي هي هذه، وراح نصعد لها سأشوفكم. نرجع إلى تاريخها. فسنة 1965 أو 64 again اكتشف العالم الباحث الألماني كلاوس شميدت، وبعدين جرت البحوث والدراسات عليه إلى أن افتتح للناس كمركز أو مكان للسياحة يزوروه السياح سنة 1995. طبعا أحب أقول لكم أنه مسلسل عطية، المسلسل التركي المشهور جدا بطولة بيرين ساعات، بطلة مسلسل عشق الممنوع سمر حسب ما يعرفوا بالناس بالوطن العربي، هنا صورت المسلسل مالتها. هنا تم تصوير حلقات مسلسل عطية، للي شايفة طبعا اللي يعرف مسلسل عطية، مسلسل جدا مشهور. هو هذا جوباكلي تبا، واحدة من المعالم الخلابة اللي هي يعني ما أعرف شو أقول لكم، يعني صدمني. هذا أول معبد الإنسان العصر الحجري القديم بناه. طبعا هذا يعود تاريخه إلى 9500 سنة قبل الميلاد، يعني عمر هذا المعبد تقريبا 11,000 سنة. طبعا كان ماكو كتابة ذاك الوقت، الإنسان العصر الحجري القديم ما كان عنده حضارات، ماكو كتابة، فراح تشوفون أكو نقوشات، رسومات مال حيوانات مال نباتات موجودة على هذه الصخور. طبعا الحفر المحفور من عنده هو لحد 2021 تم حفر 5% فقط. تشوفون هاي الرسومات 5% فقط، ولحد الآن جاري العمل عليه حتى يحفرون أكثر، حتى يصلون إلى كل معالم المعبد بشكل كامل اللي هي مدفونة تحت التربة. هذا بس 5% طلع من عند هذا العالم، والمرافقين مالته طبعا المساعدين مالته. تشوفون هاي الصخور كانت عبارة عن أعمدة. طبعا خبراء الآثار وخبراء علم الجيولوجيا أخذوا صورة وسووا عليها صورة يعني تقريبية، يعني حسب خيالهم أنه هذا كان شكل المعبد وعلى شكل دائرة، يعني على شكل دائرة، وبعدين سووا له هذه القبة اللي تشوفوها، غطوها بهاي القبة حتى يحموها. وأيضا عمليات التنقيب والحفر ما زالت مستمرة إلى أن يوصلون إلى الأساس مالته. طبعا هو العالم هذا توفى سنة 2014، واللي استورث الفكرة مالته والنهج مالته هو تلاميذه والمرافقين مالته اللي لحد الآن شغالين على هالموضوع. تشوفون هاي الرسومات، هذه قبل 11,000 سنة، هاي الرسومات منقوشة على الحجر. فشي يعني أنا انصدمت بيه، يعني أنا كلش أحب الآثار، وكان هذا يعني شيء كلش حلو شفناه إحنا بأورفا، واحدة من أهم المعالم والمواقع الأثرية هناك. يعني معبد يعود إلى العصر الحجري القديم، فشي يعني مو سهل إنه واحد يلقى آثار مالته. هذا يدل على قدم المنطقة هذه، هذا الشكل الحالي واللي هو باللغة الكردية زاير برشك باللغة الكردية القديمة، لأن يعتقد أنه الأكراد هم أقدم قوم سكنوا في هذه المناطق. تشوفون حبايب هذا شكل المعبد الأصلي حسب ما يعني تخيلوا الخبراء الجيولوجيا والآثار. وبهذا ينتهي الجزء الثاني من الفيديو مدينة أورفا. أتمنى تكونوا استفادتوا من هاي المعلومات. لا تنسوني حبايب بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا بعدكم مشتركين، وشوفكم إن شاء الله في فيديو مدينة مراش. وحبايبي فعلوا الجرس بالنسبة للأخوة المشتركين حتى يوصلكم
الفيديوهات الجديدة، والتقي بكم إن شاء الله بالفيديو الجديد في مدينة مراش.